ايه اللي يخليك تشتري حاجة قديمة من سوق قديم بيبيع حاجات مستعملة زي سوق الجمعة؟ ايه اللي يخليك تاخد قرار انك تاخد حاجة ما تعرفش مين استخدمها قبلك او كان بيستخدمها في ايه؟ ممكن قرار يغير حياتك للأبد. علي ما كانش يعرف ان الكاميرا اللي اشتراها النهاردة هتبقى اخر حاجة يتمنى انه يشوفها في حياته. علي كان واقف في وسط سوق الجمعة والشمس كانت حامية قوي. شاب في العشرينات حلمه يبقى مصور محترف، بس الفلوس قليلة والمعدات غالية. عينه وقعت على مكان صغير كده مليان بحاجات قديمة وغريبة. راح سأل الراجل اللي بيبيع: ايه كل الحاجات دي يا عم الحاج؟ سأله كده وهو بيشاور على كاميرا قديمة مرصوصة على الرف. الراجل العجوز اللي بيبيع شكله كان مخيف شوية أو شكله غريب. ابتسم له ابتسامة كده غريبة. قال له: دي حاجات أثرية يا ابني، كل واحدة فيها ليها تاريخ. علي مد ايده على الكاميرا القديمة اللي شافها وعجبته. شكلها كانت من السبعينات، لونها اسود متفحم ومعدن بيلمع. حس بحاجة غريبة لما لمسها، كأن الكاميرا سخنة. الكاميرا دي بكام يا حاج؟ الراجل العجوز سكت لحظة وعينه بقى شكلها غريب. قال له: دي كاميرا خاصة يا علي. علي استغرب: انت عرفت اسمي منين؟ قال له: مش مهم، المهم انك تعرف ان الكاميرا دي مش كاميرا عادية. هاخد منك 2000 جنيه بس. رغم ان المبلغ كان كبير عليه الا انه حس انه لازم ياخدها. دفع الفلوس بسرعة وهو حاسس بحاجة غريبة جوه قلبه. علي رجع بيته متحمس انه يجرب الكاميرا الجديدة. قعد يفحصها ويشوفها بعناية. كل حاجة فيها شغالة تمام، والعدسة صافية كأنها جديدة. طيب يلا نشوف ايه اللي هتطلعه الكاميرا دي. طلع في البلكونة وصور الشارع من فوق. صوت الكاميرا كان غريب، مش زي صوت اي كاميرا طبيعي، بس هو محطش في دماغه. بعد ما خلص كان بيدور على مكان لسه بيحمض افلام الكاميرات القديمة اللي من السبعينات اللي زي دي، وفعلا لقى مكان. كان الراجل اللي شغال فيه اسمه عم صبري. صبري صاحب المحل شاف الكاميرا. اول ما شافها وشه اتغير. قال له: انت جبت الكاميرا دي منين؟ قال له: اشتريتها من سوق الجمعة. ليه؟ مسك الكاميرا كده بحذر. قال له: دي كاميرا انا شفتها قبل كده، بس شفتها مرة واحدة في حياتي كلها، وصاحبها. وسكت صبري. علي سأله: صاحبها ايه؟ قال له: خلاص مش مهم، تعالى بكرة خد الصور. اليوم التاني علي رجع لصبري عشان ياخد الصور. صبري كان واقف قدام المحل مستنيه ووشه كان باين عليه القلق جدا. قال له: تعالى يا علي شوف الصور دي. علي مسك الظرف وبدأ يشوف الصور. في البداية كانت كلها عادية جدا، لكن فجأة شاف حاجة خلته يحس بخوف كده. في صورة وهو بيصور من البلكونة، كان في ست محجبة واقفة في البلكونة اللي قصاده بتبصله بنظرة مرعبة. بس علي كان متأكد 100% إن الشقة دي كانت فاضية، وإن ما كانش حد واقف في البلكونة وقت ما كان بيصور. قال له: هي مين الست دي؟ صبري بص للصورة والقلق بدأ يبان عليه. قال له: والله مش عارف يا علي، بس الكاميرا دي شكلها فيها حاجة مش طبيعية. علي خد الصور وروح بيته، بس ما كانش قادر يبطل تفكير في الست اللي شافها. قرر انه يجرب الكاميرا تاني بس في مكان مختلف، يمكن فيه تفسير منطقي. الجمعة اللي بعديها قرر يروح الأزهر يصور المسجد والناس. كان واخد الكاميرا معاه ولسه حاسس بيها سخنة زي ما هي، زي ما مسكها أول مرة. صور الناس وهي بتصلي، صور الشيوخ والمآذن، صور الحوش الكبير، كل حاجة عادية وطبيعية. بس لما رجع وحمض الصور، حاجة مش طبيعية حصلت. كان في صورة فيها ناس شكلهم غريب. في صورة كان فيها راجل عجوز واقف ورا الناس اللي بتصلي، لابس جلابية قديمة وعينه مفتوحين بطريقة مخيفة. في صورة تانية كان في عيل صغير واقف في ناحية، وشه مش واضح بس كان باين انه بيعيط. الحاجة اللي رعبته اكتر كانت الصورة الاخيرة. كانت صورة الحوش. كان في النص في ست محجبة، نفس الست اللي شافها في صورة البلكونة. كانت واقفة وبتبصله مباشرة على الكاميرا، كأن عينيها بتطلع من الصورة نفسها. علي جري على طول لصبري، قال له: تعالى شوف الصور دي. صبري بص للصور. أول ما شاف الصور قلبه كان هيقف. قال له: يا ابني الناس دول اللي في الصور كلهم ميتين. قال له: يعني ايه ميتين؟ انت عرفت منين اصلا؟ قال له: انا قلت لك ان انا شفت الكاميرا دي مرة واحدة في حياتي، واللي ما كنتش عايز اقولك عليه ان هي بتصور ارواح الميتين. قال له: الراجل العجوز ده مات في مسجد من 10 سنين، والعيل الصغير ده كان بيلعب في الحوش ومات في حادثة عربية من 5 سنين.
علي الخوف بدأ يبان عليه جدا، بس في نفس الوقت كان عايز يعرف الحقيقة. رجع لسوق الجمعة تاني يدور على الراجل العجوز اللي باعله الكاميرا، بس محدش يعرفه ولا شافه قبل كده. قرر يدور على معلومات عن الكاميرا دي. فضل ساعات يدور على النت ويشوف كتب قديمة لحد ما لقى حاجة مرعبة. في كتاب عن الحوادث الغريبة اللي حصلت في مصر في فترة السبعينات. لقى قصة عن مصور اسمه حسن الشربيني، كان عايش في فترة السبعينات. حسن كان بيستخدم الكاميرا الخاصة بيه بيصور بيها الناس، بس الصور اللي طالعة منها بتبين حاجات غريبة. الكتاب بيحكي إن حسن اكتشف إن الكاميرا دي قادرة تصور أرواح الموتى، وإن كل مرة يصور فيها الأرواح بتقرب منه أكتر. وفي الآخر حسن اتجنن خالص ومات في ظروف غامضة محدش يعرفها، والكاميرا اختفت. علي حس إنه مش قادر يتماسك نهائي. الكاميرا اللي معاه هي نفس كاميرا حسن الشربيني. علي قرر يرجع بيته ويتخلص من الكاميرا دي، بس أول ما فتح الباب لقى الشقة ضلمة تماما رغم إنه ما كانش قافل النور. ولما دخل سمع صوت الكاميرا بتصور لوحدها. جري على الأوضة ولقى الكاميرا فعلا بتصور لوحدها من غير ما حد يلمسها، والأغرب إن الصور بتطلع لوحدها من الكاميرا وبتطير حواليه في الأوضة. علي شاف الصور كانت كلها صور ليه، صور ليه وهو نايم وهو بياكل، صور ليه في كل تفاصيل حياته. الأرواح كانت في كل صورة بتقرب منه أكتر وأكتر. وفي آخر صورة شاف نفسه واقف في الأوضة دي، والست المحجبة واقفة وراه مباشرة، إيديها على كتفه وبتبتسم ابتسامة مرعبة. علي بص وراه فجأة وفعلا لقاها واقفة هناك. قالت له: أهلا يا علي، كنت مستنياك. صوتها كان مخيف جدا. علي حاول يرجع بس رجليه مش قادرة تتحرك من مكانها. أنت عارف مين أنا؟ علي ما قدرش يتكلم. أنا مرات حسن الشربيني، الراجل اللي استخدم الكاميرا دي وفتح الباب. الست قربت أكتر ووشها بقى أوضح. كان وش جميل بس عينيها كانت سودة تماما، مليانة حزن وألم. قالت له: حسن كان بيصور الموتى عشان يفهم إيه اللي بيحصل بعد الموت، بس هو ما كانش يعرف إن كل صورة بتفتح الباب أكتر لحد ما احنا قدرنا نعدي العالم بتاعكم. علي حس بالرعب بيملى جسمه. طب انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ احنا عايزين نعيش تاني يا علي، وده مش هيحصل غير لو واحد من الأحياء ياخد مكاننا في عالم الأموات، ولازم يكون استخدم الكاميرا دي. فجأة الكاميرا بدأت تصور بسرعة جامدة، والأرواح كلها بدأت تظهر في الأوضة. الراجل العجوز والطفل الصغير وناس كتير تانية بيقربوا من علي. لا لا، مش هسيبكوا تاخدوني. علي جري على الكاميرا وضربها بكل قوته عشان يكسرها. وقعت على الأرض واتكسرت. في اللحظة دي كل الأرواح صرخت صرخة واحدة مرعبة. واختفت. علي وقع على الأرض وهو بينهج جامد مش قادر ياخد نفسه. فكر إن الموضوع خلص وإن كل حاجة هترجع لطبيعتها. بس في اليوم اللي بعده علي حس بحاجة غريبة. بص في المراية لقى وشه أصفر جدا ولونه متغير وعينه بقت سودة. جري من البلكونة وبص في الشارع، الناس كلها بتبص عليه بخوف كأنهم شايفين حاجة مرعبة. راح لصبري، أول ما صبري شافه خاف جدا وقفل المحل بسرعة. علي فهم الحقيقة. لما الكاميرا اتكسرت هو اللي اتحول لروح، والأرواح اللي كانت جوه الكاميرا أخدت جسمه. هو دلوقتي واحد منهم، واحد من الأرواح اللي هتفضل عايشة في العالم ده، بيدور على ضحية جديدة. وفي نفس اليوم واحد تاني اشترى كاميرا قديمة من سوق الجمعة من راجل عجوز غريب مش معروف، عينه سودة وابتسامته مرعبة. الراجل العجوز ده كان علي. وانت لو سمعت صوت كاميرا بتصور في البيت وانت لوحدك، ما تشوفش الصور اللي هتطلع منها. إياك تعمل كده.